السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معكم من منار أو أكل بيت على قد الإيد. النهاردة عملنا سندوتشات كبدة الفلاح زي المطاعم بالظبط، بسم الله ما شاء الله. بس النهاردة خلود بنتي هي اللي عملت الفيديو. بصراحة كان الأكل طعمه جميل، وزي ما قدامكم كده عملنا معاه بقى عصير بقى كده، وبتنجان مخلل وسلطة وبطاطس محمرة وطحينة، وزي ما قدامكم كده الأكل يا حبايبي. بجد كان الأكل جميل جدا. تسلم ايدك يا خوخة، متحرمش منك يا رب، ودايما كده بتعملي لنا انت ومنور. طريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف الفيديو ده اتعمل ازاي. اول حاجة كده خلود جابت الكبدة، طلعناها من الفريزر، وبدأت اهم حاجة في الكبدة والقلب، لازم نشيل القشرة اللي عليه، علشان طبعا القلب بيغف السوا شوية. لو القشرة الخفيفة ديت فضلت فيه وانت بتسويه، مش هيستوي معاك، هيبقى سواه. ما هو ازاي سواه؟ طعمه متغير، ما هو زي الكبدة. فانت لو قشرت الطبقة الخفيفة ديت من عليها زي الكبدة بالظبط، هتبص تحس ان القلب زي الكبدة ونفس الطعم بالظبط. فأهم حاجة في البنوتات اللي سنة أولى مطبخ، ده أول حركة هتعمليها الكبدة أو القلب، هتشيلي القشرة من عليها قبل ما تقطعي فيها. دي أول حاجة. ويا حبايبي في ملحوظة كده عايزة أقولها بالنسبة للكبدة، مش بتتغسل. بعد ما بتقطعيها لا ما تغسليهاش، انت طلعها من الفريزر عادي تغسليها قبل ما تقشريها، تغسليها غسلة كويسة، وبعد كده تقشريها وتقطعها على طول. بلاش يا حبايبي نغسل الكبدة بعد ما تقطع، ما تقوليش بقى في دم ومش عارفة ايه، لا لا، ده كلها حاجات عادية. لان انت لو غسلتيها هتضيع القيمة الغذائية تبعها خالص. هي بعد ما قشرتها كده بالمنظر ده، طبعا هي بتوريكم اهوت، فطبعا هتبدأ بقى تقطعها، قطعتها طبعا على قطعتين، علشان طبعا ما تكونش الشرايح تبعها عريضة. بدأت تقطعها شرايح خفيفة خالص، بحيث ان هي ما تستويش، ما تضربش في السوا، ويا دوبك 10 دقايق، اقل من ربع ساعة هتكون استوت، بسم الله ما شاء الله. قطعت شرايح خفيفة كده. عودوا اولادكم يعملوا كل حاجة في المطبخ، علموهم علموهم كل حاجة يعملوها بإيدهم بنفسهم، علشان يبقوا شطار كده في بيوتهم، أو يعملوا لكم. بجد حاجة ممتعة كده لما تعلمي بناتك كل حاجة في المطبخ. بدأت كده يا حبايبي، قطعتها بقى تقطيع كده خفيف بالمنظر ده. بجد تسلم ايدك يا خوخة، متحرمش منك يا رب، كانت جميلة جدا ما شاء الله. والدهن طبعا بتاع اللي بيبقى في الكبدة أو القلب بلاش نشيله، بلاش نشيله، خليه في الكبدة. هو كده كده هيدوب مع التقليب، وانت بتقلبها في الطاسة هيدوب، لان ده بيديلها قيمة غذائية برضو كمان. بتوريكم برضو الشرايح اهيت، وهتبدأ بقى تجيب بولة وتحط فيها الشرايح اللي هتقطعها في شرايح الكبدة والقلب. قطعت كده القلب، بتاع القلب. بدأت بقى تجيب الكبدة، برضو هتقشر القشرة الفوقانية، ضروري جدا عشان تلقاها طعمها زي طعم اللي بره في المحلات الجاهزة. وطبعا انت ما تعمليها ببيتك هتكون افضل بكتير من بره. طبعا اكيد انتوا فاهمين كلكم. وبلاش يكون اولادنا ياكلوا كتير اكل من بره جاهز، ده بلاش خالص، احنا مش عارفين هو معمول ازاي. بدأت كده الكبدة عشان حتة كبيرة، طبعا بدأت كده قسمتها نصين، وهتبدأ برضو تقطعها شرايح خفيفة. لو حابة تعمليها بانيه زي البانيه، هتطلعيها من التلاجة من الفريزر، هتقشريها وتقطعيها برضو شرايح بانيه، بتكون سهلة معاكي. هي كده خلاص خلصت معانا. بقى مقطعة توم مفروم، طبعا احنا فرمونه كان في الفريزر، وفلفل حار مقطعاه، فرماه فرم ناعم، وفلفل بارد، وبرضو التوابل مشكلة وبابريكا وفلفل اسود وجنزبيل، وكل التوابل بقى اللي عندك الجميلة ديت حطيتها. وحطت بقى معلقة خل ومعلقتين ليمون، طبعا عندنا ليمون متفرز، حطت مكعب ليمون، وبدأت بقى وملح، وبدأت تقلب الخلطة الجميلة دي. طبعا هتحط شوية على الكبدة وشوية على الايه، على القلب. انتوا عارفين ان القلب بياخد سوا شوية، فطبعا ده هيستوي لوحده وده هيستوي لوحده. وثابت شوية على الجنب بقى كده، هتبقى تحطهم بقى في الآخر قبل ما تطفي. وطبعا الفلفل الحلو
اللي هو البارد سايباه برضو على جنب، عشان برضو ثابت شويه كده على جنب، علشان هتحطه فريش برضو في الاخر قبل ما تطفي النار. وادي يا حبيبي، طبعا الكبده مش بتتحط عليها طماطم، ناخد بالنا. بس زي ما بقول لكم كده زي المحلات بالظبط. طبعا قطعنا كده قطعتين دهن، حطيناهم مع شويه زيت، وبدات تقلبهم بقى كده. وطبعا يا حبايبي شوحت بقى الايه القلب الاول. القلب بقى شوحته الاول عشان يستوي، وجابت طاسه تانية وبرد. وما بتزودش ميه، يا ريت ما نزودش ميه، دي حركه مهمه، بالسوائل اللي هتنزلها هتسوي الميه تبعها. طبعا بقيه الخلطه بقى جابتها اللي كانت سايباها على جنب، حطيتها مع الكبده، وشوحتها كده مع الايه مع حته الدهنه اللي كانت مقطعاها. وشوحتهم شويه، وجابت الكبده وبدات تحطها في الطاسه. هتجيب السوائل بتاعتها، هتستوي بالسوائل بتاعتها، ده افضل حاجه لتسويه الكبده، ناخد بالنا. وبعد ما الكبده بقى استوت، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، تسلم ايدك يا خوخه بجد. وشربت الصوص تبعها اللي جابته كله ما شاء الله. هتبدا بقى قلبي التقليبه بقى كده، وهتبدا تحط الفلفل الاخضر طبعا عليها. طبعا القلب استوى معانا، فهي طبعا حطيته على الكبده بقى خلاص. احنا خلاص ما احناش محتاجين ان احنا نسيبه بقى لوحده، فحطيته معاه وقلبته تقليبه كده بقى، عشان تجيب بقى الفلفل الاخضر فريش هتحطه عليها. طبعا برضو فلفل حار وفلفل بارد، طبعا لان احلى حاجه اما تكون سبايسي كده بتكون جميله وطعمها جميل بصراحه. وبدات كده بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله تقلبها بقى تقليبه. احنا عايزين بقى الفلفل ده يكون فيه سنه قرمشه، عشان طبعا احنا هنستفيد بيه، وكل ما يكون الفلفل فيه سنه قرمشه هيكون صحي لينا ولاولادنا. وخلاص كده قلبت تقلبتين وطفت النار، وجت بقى جابت السندوتشات الفينو، سندوتشات الفينو، فتحتها كده وبدات تحط بقى ايه الكبده الجميله اللي هي عاملاها ما شاء الله. حابين تحطوا بطاطس معاه مفيش مشكله، أنا قلت لها حط بطاطس في اللي تحت والكبده فوقها، بتبقى طعمها جميل جدا. حابين تحطوا كاتشب، مايونيز، اي حاجه بقى الطعم اللي انتوا حابينه. بس هو بصراحه هي الطحينه وتكفي، الطحينه وتكفي. وادي شكل الاكل بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، وكلنا عارفين الطحينه بتعمل ازاي، كنا بنعرف نعملها في البيت. وعملنا بقى سلطه، طبق سلطه كده جميل، والعصير طبعا، والطحينه بتنجان المخلل. بصراحه كان الاكل في اليوم ده كان جميل جدا ما شاء الله. انا بقول لها تسلم ايدك يا خوخه، ربنا يبارك لك يا رب. تسلم ايدك يا خلود. بجد الله يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويحسن ما بين ايديك يا خلود، ويحسن ما بين ايدينا كلنا. شكرا كتير يا حبايبي على حضوركم معايا في العرض، شكرا كتير، ما تحرمش منكم يا رب، كلكم اخواتي في الله. وهقول لكم بقى ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. دول شويه اكلات كده من اللي انا بعملها طبعا. لو حابين تشوفوا اي اكله بتعجبكم تنوروني، وما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس كده. وشكرا كتير على حبايبي اللي حضروا معايا العروض، شكرا كتير يا حبايبي. واقول لكم بس السلام عليكم.